هاي عاملين ايه؟ وحشتوني. قلت بقى اوريكم الحاجات اللي اشتريتها. اشتريت من شركة بايونكس الاي كونتور كريم بتاعهم. بصوا بقى، بيوصلني منكم تعليقات كتير عنه، انه حلو، ساعد معاكم في علاج الخطوط، قللها، فتح شوية الهالات. فكان سعره في العروض برضو حلو. هجربه وان شاء الله يكون بديل للاي سي ام دي ولس عشان مقاطعة. اشتريت سيرم كمان من شركة ايفلين، وقلت لو طلع حلو اجرب باقي الانواع. اكتر سيرم مشهور عندهم اكثر مبيعا هو المالتي بيبتايد، فيه البيبتايد وفيه السيرامايد وفيه الكولاجين. السيرم ده يعني فيه مجموعة او تركيبة حلوة قوي بتشتغل على الخطوط، فهجربه لو طلع حلو نجرب باقي انواع السيرم. وهم حاليا في عرض 15% خصم. طبعا البشرة اصلا في الشتاء حاجز البشرة بيضعف، عشان كده قررت اني اجرب السيرم ده. كنت هجرب بصراحة في الاول الجلايكوليك اسيد، لاني كنت بدور على حاجة جلايكوليك اسيد 10% كبديل، يعني الحاجات انا كنت بستخدمها قبل كده مش مقاطعة. بس يعني بما ان ده يعني اكثر مبيعا عندهم واحسن، يعني اكتر نوع بيشكروا فيه هو المالتي بيبتايد، فقلت لا خلاص اجرب ده الاول. اشتريت البونيه ده من لافوال، واللي بيجرب بجد البندانات او البونيه بتاع لافوال مش هيعرف يشتري اي نوع تاني. دايما تسألوني عن الحجاب بتاعي، انا بلبس الطبقية الكويتي، هوريكم كمان حاجات تانية مشترياها طبقية كويتي. ده شكله وبيتربط، مفهوش طبعا خياطة. انا بلبسه تحت الطبقيه الكويتي، ببقى عايزه حاجه اتحكم فيها عشان تكون ثابته، حاجه بتحكم فيها ثابته ما فيهاش خياطه. فبصراحه يعني تحفه. عشان بتسالوني على نوع البندانه او البونيه اللي بلبسها تحت الطبقيه الكويتي، حلوه قوي ودايما يعني بشتريها مش اول مره. واشتريت الوان جديده من الطبقيه الكويتي. بصوا، انا عن نفسي بحب جدا الخامه الكريب، والطبقيات الكويتي بالنسبه لي مريحه، فاشتريت الالوان دي. لان انا مش بيليق فيا كل الدرجات، يعني لازم الدرجه تبقى هاديه. المنت جرين ده، بصوا بقى الدرجه حلوه ازاي. انا من محبين على فكره اللون الاخضر، بس مش بكل درجاته، وتفاصيلها كده رقيقه فيها زي فلاور صغير، لاني مش بتلاقي فيها برضو كل درجات البينك. البينك اللي بيكون على نود كده او على بيج، انا بحب قوي البينكات اللي على نود اكتر من البينك الصريح، مش بيلاقي فيها برضو البينك الصريح. فدي الحاجات اللي انا اشتريتها، برضو هسيب لكم لينك الصفحة.